السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. بما أنه هاي الأيام استعدادات للعيد، ربي يعيده علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. فهنا أنا من الصبح قعدت وبلشت يعني بروتيني الأعمال الشاقة. احنا كل مناسبة تصير نبدي هاي الشغلات نستغلها ونبدي ننظف بيتنا أكثر وأكثر ونهتم أكثر وأكثر. هنا أنا من الصبح قاعدة سويت العجين، وهسه صارت تقريبا الساعة بالتسعة اختمر عندي، فبلشت أشنق بيه على مود خبزة. وأنا مشاركتكم كل هاي الخطوات، بس ردت يعني أشارككم يومي كله كامل من الصبح إلى أن خلصت شغلي. قلت خلنا أخبز وأخلص من عنده، بما أنه ما عندي خبز أني، فقلت خلنا أجهزه وأخلص من هم. بعدها أبلش بالتنظيفات. هنا أنا دا تشوفوني دا أخبز. إن شاء الله خبزاتنا يعجبوكم. مشتاقة لكم هواي. أدري دا أتأخر بالفيديوهات، أريد تفاعلكم أكثر وأكثر وياي على مود يصير لي واهس وأنزل مثل ما كنت قبل. يعني دا أشوف التفاعل بالقناة كلش يعني ضعيف، خرب واهس بهالأيام. إن شاء الله نرجع لكم بفيديوهات جديدة وبروتينات محفزة إذا هذا الفيديو صعد مثل ما أنا أريد وأتمنى. وهنا أنا خبزاتنا مثل ما تشوفون، أكيد لازم وحدة تصير بيها هيك يعني شغلة شوية منا أو منانا، بس على العموم المهم إحنا دا نسوي شغلنا بالبيت على نظافة. والحمد لله على كل حال. مثل ما تشوفون قدامكم خبزاتنا. اللي وصل اللي هنا لا ينسانا من اللايك هو اللي يرفع لي الفيديو، ولا تنسونا من الاشتراك بالقناة حتى أكون شاكرة من عندكم وممنونة. ومن بعد ما خلصت الخبز هنا صار تقريبا 33 قرصة خبز، يعني كفني لمدة 5 أيام تقريبا. من بعدها أرجع أخبز. هنا بلشت بالكاونتر، أكثر مكان يتبهذل عندي يعني مكان البهارات وهاي الشغلات. هاي الخانة أنا مخصصتها اللوازم الكيك والحليب والقهوة وهاي الشغلات. فمثل ما تشوفون مع طول أكو عنصر وياي بالبيت لازم يخرب علي الشغل. هنا فنونة أبد ما تخلي الشي على ايدي، يعني دائما هي تشتغل ورايا تسوي شغلات يعني معجنات او شي، فتنفش للخانة وتعوفها مثل ما تشوفون قدامكم. فأنا دائما يعني أرتبها وهذا، بس ما يفيد بيها الترتيب. فبما أنه قلت لكم استعدادات للعيد، فصارت أول ما بلشت بالكاونتر الفرفور وهاي الشغلات كلها نظيفة عندي، وكله يعني المكان مرتب، ما عندي شي بيه مشكلة. بس الملحق مالته بلشت قلت خل انظفه واخلص من عنده. حتى المكان يعني اللي خاص بالشغلات اللي اطبخ بيها، يعني الجدورة والطوس وهاي الشغلات والنجاين كله مرتب ونظيف. مكان البقوليات كله مرتب ونظيف، بس هذين المكان يعني البهارات ومالت الكيك، يعني شغلات الكيك هي اللي تتبهذل عندي. فهنا أنا مسحتهم مثل ما تشوفون، نزلت المواد كلها اللي أريده واللي ما أريده صفيتها. أنا مخصصة يعني حافظة للبيكنج باودر مثل ما تشوفون، هاي للبيكنج باودر العصاير هذه كلها جامعتها بهذه، والثانية جامعة بيها الألوان والنكهات وهاي الشغلات. وهاي الحافظة الثالثة للأكياس. هاي هنا الشاي والكاكاو والقهوة وهذه كملتهم. هاي هنا خانة البهارات مثل ما تشوفون قدامكم، هذا شكلها من بعد ما رتبتها. هذا غدانا بيومها يعني البارحة. سويت تمن شعرية ودجاج، تشريب دجاج وقليته بهالشكل هذا. وثاني يوم اللي هو اليوم يعني هذا غدانا السمك. مثل ما تشوفون احنا ما نحب يعني شغلات هواية وياه، مجرد انه السمك نقلي. وهاي مثل ما تشوفون، وهذا الطماطة والهذه هاي الفنونة ما تحب اللحوم اساسا، يعني سويت لها بوتيتا وهاي الشغلات. يعني هي اشتغلتها، وهاي الطاوة انا مخصصتها الها لان حرقت كل طاواتي، فقلت لها هاي الطاوة خاصة بيج، تحرقيها تعطبيها بعد ما إلها علاقة بيج. فهي تعرف شغلاتها، فهاي دا تشتغل بيها هالايام، يعني خاف تشوفوها يعني تعلقون عليها. لا هاي خاصة بفنونة معاقبة. وهنا رجعنا نكمل شغلنا. هاي يعني قلت لكم ثاني يوم. هنا أنا عندي الفراشات غيرت وجوههن كلهن، البطانيات غسلتهن، عندي تقريبا 3 بطانيات، الباقي كله نظيف يعني بالجنط مالته ضمتهن مخليتلهن اسفنيك.
مصعدتن. وهسه اراويكم شلون يعني اني مصفطة ومحافظة على شغلاتي. بس ذني اللي كانت يعني جوا ايدي بلشت غيرت وجوهن كلهن، غيرت وجوه المخاط كلهن. انا تقريبا كل 3 ايام اغير وجوه المخاط، اغير الفرشة مالت الشرباية، يعني ما احبها تبقى اكثر من 3 ايام. اضافة الى انه يوميا يعني انكثها يعني وارجع افرشها من جديد. ما احب يعني تظل على بهذلة، لا احب الشي دائما مرتب ونظيف. وهذا فيديونا ان شاء الله عجبكم. شجعونا اكثر واكثر حتى نتحفز وننزل فيديوهات تنفعكم وتفيدكم ونسوي. هذا مجرد فيديونا مو تعليمي، مجرد تحفيزي، اريد نحفز يعني وحدة تحفز اللخ وتسوي لها واهس. صراحة انا من اشوف هيك فيديوهات كلش اتحفز واتحمس انه اقوم اشتغل بالبيت، حتى اذا ما عندي شغل ارجع اطلع من جدة وجديد شغل ونشتغل. هاي هنا أنا خربت عندي سحابتها، قلت اجيب لها قريب بس هسه لين اريد اصعدها قلت خلنا اخلي اخيطها. فخيطت مكان السحابة وقلت اجيب لها وابدلها حتى لو ظل عندي يعني شكلها مبهذل، قلت خليها يعني مؤقت هسه. وهاي الترتيب الفراشات كله وهذه هم يعني جايني شهر محرم، خاف يجينا خطار او فد شي، فهذا كله الاهتمام يعني راح تصير وحدة باثنين، يعني ما باقي له هواي. شهر محرم كلها ايام يعني بسرعة بسرعة دا تمشي، ونحس نفسنا انه احنا يوم عيد يوم محرم نرجع من جدة وجديد رمضان محرم. فما اعرف السنوات كلش دا تركض بينا وهذا كله من عمرنا. يا ربي الصحة والعافية للجميع، وربي يحقق لكم كل امانيكم واحلامكم. اتمنى ما دوختكم بالفيديو، واترككم ويا باقي الفيديو، ومع الف سلامة حبايب.